كتاب النهاردة هو كتاب السهل الممتنع. كتاب سهل وبسيط بس أفكاره عميقة جدا وطريقته ممتعة لأنه صغير وفي نفس الوقت قصة ظريفة لطيفة وفيها مدلولات كتير. الكتاب بيتكلم عن التغيير اللي بيحصل في حياة الناس عامة، شغلهم سواء راضيين أو مش راضيين. لو طلعنا كمان من منظور الكاتب على الجزء العملي هنلاقي الفكرة هنا بتتلخص في الأحداث القدرية واللي ما بترتبهاش في حياتك برغم من وجود إشارات إحنا مش بنشوفها. السؤال هنا بقى، هل أنت بتقعد تلوم نفسك وبلدك والظروف والناس وأحيانا ربنا، ولا هتتحرك من منطقة الراحة اللي مدفون فيها وعايش ومش عايش، ولا هتنظف التراب اللي عليا كده وأقوم أحل كل مشاكل؟ نخش على طول على الكتاب. بمنتهى البساطة الحكاية من خلال 4 ردود فعل معتادة تجاه التغيير، من خلال رحلة قزمين وفارين للبحث عن الجبن في متاهة كبيرة ومعاهم أحذية جري. القصة دي قصة رمزية وده بيخليك مشدود لأحداث الكتاب. نخش على اسم الكتاب ونظرة صحيحة على الكاتب والمحتوى كمان. هو كتاب تحفيزي للكاتب سبنسر جونسون، صدر عام 1998. نرجع تاني لرمزية القصة اللي فيها المتاهة هي الدنيا أو الحياة أو العمل أو منطقة الراحة اللي احنا عايشين فيها كلنا ومش عايزين نتخلى عنها. 4 شخصيات اللي موجودة فارين وقزمين، وهنا الكاتب عمل إسقاط حلو قوي. القزمين هي الجوانب النفسية اللي الكاتب خلاها أقزام عشان يصغرها في عيوننا، وهم هيم وهاو أو أنهاوينج، معناها التلجلج والتردد كده، مش في أحسن حالات. هيم هو الجزء الكاره للتغيير واللي عايز يكون في منطقة الراحة وده رمز للعاطفة. أما هاو هو الجزء العقلاني اللي بيحاول يتكيف مع التغيير بعد فترة من منازعات وصراعات جوانا. أما الفارين بقى فهم سنيف وسكاري. سنيف معناه يشم أو يشمشم ودي بترمز للبحث والاستكشاف، وسكاري بترمز للسرعة وعدم التردد أو الانتظار. الفارين هنا بيرمزوا للطبيعة البشرية أو صفاتنا الفطرية المطلوبة في مواجهة أي تغيير، وهم عكس الصفات اللي اتبرمجنا عليها. الجبنة هنا هي الشيء اللي احنا بنسعى للحصول عليه، وظيفة، مال، علاقات، أيا كان. أحذية الجري هي الأدوات أو الحاجات اللي جواك اللي بتساعدك تحل إمكانياتك. الحكاية بتبتدي مع اليوم الجديد. ال4 شخصيات بيتحركوا في المتاهة عشان يلاقوا الجبنة، وفعلا بيلاقوا الجبنة في محطة اسمها سي وفيها كمية كبيرة جدا من الجبنة. بياكلوا فعلا كلهم ويتبسطوا. في البداية كل الشخصيات كانوا بيتحركوا للمحطة سي بعد لبس الأحذية وجري على المحطة على طول عشان يلحقوا ياكلوا الجبنة. بس بعد فترة هيم وهاو بدأوا في التعود والكسل والروتين، وفاهمين ان الجبنة كده كده كتير وموجودة، فليه بقى نلبس ونجري ونتعب، نروح على مهلنا كده ونتدلع شويتين. في الوقت ده كان الفارين لسه عندهم نفس النشاط والحيوية بتاع كل يوم عشان يعرفوا ان الجبنة لسه صالحة ولا باظت، وبيحسبوا باقي قد ايه على ان الجبنة تخلص عشان لو خلصت يعرفوا يتصرفوا. طبعا اخواتنا هيم وهاو في مية البطيخ ولا في دماغهم اي حاجة، ومطمنين كمان لان الجبنة كتير والدنيا حلوة. وده تقريبا اللي بنعمله احنا في حياتنا، ان احنا بنطمن قوي، بيبقى عندنا امل ان الحياة مش هتتغير ومش هتقلب عليك، بس اللي هيحصل في القصة انتوا هتشوفوا. وفي يوم من الايام بعد ما اروح المحطة سي للاستمتاع بقى بالجبنة بتحصل المفاجأة، بتكون الصدمة الفظيعة. عفوا، لقد نفذ رصيدكم من الجبنة. مش بس كده، رد الفعل بقى بتاع هيم وهاو موسيقى حزينة في الخلفية وصريخ وعياط وسؤال مين اللي حرك الجبنة من هنا، مين اللي خد الجبنة بتاعتي. على عكس تماما الفارين سنيف وسكاري، خدوا ديلهم في اسنانهم وهاتك يا شمشمة على اي مصدر جبنة تاني في مكان تاني في المتاهة. لسه برضه هيم وهاو قاعدين بيندبوا حظهم في المحطة سي. يوم بعد يوم هاو حاول يقنع هيم ان لازم يتحركوا بقى عشان يلاقوا الجبنة في مكان تاني، ولكنه كان مصر على سؤال واحد بس، مين اللي حرك الجبنة من هنا، مين اللي اخد الجبنة بتاعتي. وفي الاخر بيزهق منه وبيسيب وبيتحرك لوحده وبيبدأ الرحلة لوحده، واتعلم دروس مهمة قوي في خلال الرحلة دي، دروس من التغيير. والدروس دي هي هدف الكتاب اصلا، وساعتها قرر انه يكتبها على جدران المتاهة كلها عشان لو هيم فكر يتحرك من مكانه يساعده عشان يوصل لمكان الجبنة معاه. قبل الدروس المستفادة هناخد إسقاط تاني في القصة كده على الفارين أو الحيوانات بشكل عام في حياتنا. هو قانون كوني لازم نحاول كبشر نستوعبه بدون أي معتقدات معيقة ليه، وهو قانون الجهد المهدور. النجاح ليس أن يكون لديك سيرة حياة خالية من العثرات أو السقطات، بل النجاح هو أن تمشي فوق أخطائك. كلنا عارفين إن الأسود مش بتنجح في الصيد إلا في ربع محاولات، يعني بتفشل في 75% من محاولات وتنجح بس
في 25% فقط، ورغم النسبة دي بتشارك فيها معظم المفترسات، بس يستحيل على الأسود إن هي تيأس من محاولات الصيد أو المطاردة. السبب الرئيسي هنا مش الجوع، لأ، احنا دايما فاكرين ان الاسد بيصطاد لما بيكون جعان. هو فكرة استيعاب الحيوانات كلها لقانون الجهد المهدور، مش بس الحيوانات، ده قانون في الطبيعة كلها. فنص بيض السمك بيتم التهامه، معظم امطار العالم بتنزل في المحيطات، معظم بذور الاشجار بياكلها العصافير. الانسان بس هو اللي بيحاول يرفض القانون الطبيعي او القانون الكوني ده، رغم كل الكون مصدق قوي في القانون ده. لكن الحقيقة إن الفشل الوحيد هو التوقف عن المحاولة، والنجاح مش بس إن أنت يكون ليك حياة خالية من المشاكل أو العثرات أو العقبات أو أيا كان المسمى اللي أنت بتسميه. النجاح إن أنت تتخطى ده وما توقفش سعي، استمر في كل حاجة في حياتك، امشي في الدنيا وهتعرف آخرها. لو في كلمة تلخص كل القانون ده بكل بساطة، استمر، هي الكلمة الوحيدة اللي قادرة إن أنت تخليك تكمل أي حاجة. الدروس المستفادة من الحكاية ومن محتوى الكتاب هي كل كلمة كتبها هاو لهم على الجدران. أول حاجة كتبها له: بقدر أهمية الجبنة لديك ستكون رغبتك في التمسك بها. كل ما كانت دايرة الراحة والأمان بتاعتك ومطمن كده هتستعبدك، وهيكون الخروج منها صعب ومقاومة التغيير أصعب عليك. فكرة تانية في النقطة الأولانية هي الخوف من المجهول، مع إن الثابت الوحيد في الدنيا هو التغيير. تاني حاجة كانت مكتوبة على الجدران: البحث في المتاهة أحسن وأكثر أمانا من البقاء في مكان مفهوش جبنة. لأن في ناس دايما هتبرر وترضى بظلم نفسها في مكانها، خايفة بس من كسر دايرة الأمان. وعصفور في اليد مثلا، أنا هنا باخد مرتب ثابت وضمان وكده الدنيا حلوة، في حين إن أنت ممكن يكون عندك موهبة تقدر تكسب بيها أضعاف أضعاف اللي أنت بتاخده في الشركة. أو مثلا قصة حب قديمة تخليك مش عارف تشوف الأفضل ولسه واقف عندها. كل ده تجارب وخبرات بتخليك أقوى من روتينك أو المكان اللي أنت لسه واقف عنده ومش عايز تتحرك منه. تالت حاجة اتكتبت على الجدران كانت: إن لم تتغير فإنك تعرض نفسك للانقراض. الهدف من وجودنا على الأرض أصلا هو التطوير والتجديد، وده حل أي حاجة في الكون. في شركات كتير قوي أو ماركات كبيرة قوي حققت نجاحات فترة كبيرة، بس مع الوقت ما طوروش نفسهم، فانتهت رحلتهم في الدنيا وانتهت قصتهم بأن هم اختفوا من الدنيا تماما. أعتقد أن أهم حاجة لازم نستثمر فيها هي نفسنا. رابع حاجة كانت مكتوبة على الجدران: اللي خايف منه مش زي اللي جواك أو أنت متصوره. هو الخوف وهم في دماغنا مش أكتر من كده. إحنا بنخاف من الصورة اللي في عقلنا، الصورة اللي رسمناها بس. الخوف هو أكبر من معاناة المواجهة. خامس حاجة اتكتبت على الجدران وهي التحرك في اتجاه جديد يساعد على اكتشاف جبن جديدة. وهنا هاو قرر ان هو يتحرك ويسعى ويبذل الجهد ده. اخد بالاسباب وما كانش عارف النتيجة كانت انه لقى جبنة اكتر بكتير وانواع مختلفة. وده الحل لما بنغير من افكارنا او عاداتنا او معتقداتنا. هاو قرر ان هو يتحرك ويسعى ويبذل جهد وياخد بالاسباب، نفس اللي احنا بنعمله في حياتنا. لما بتتحرك وتسعى وتسيب النتيجة على ربنا بيعوضك بخير اكتر من اللي فات بكتير، وخبرات جديدة بتكتسبها، وتلاقي ان الحياة فتحت لك ابواب جديدة ما كنتش متخيل ان هي ممكن تتفتح غير لما وقعت الوقعة دي. 6. ملاحظة التغيرات البسيطة مبكرا يساعدك في التعامل مع التغيرات الكبيرة لاحقا. هنا افتكر اول محطة سي، كان في تغيرات بتحصل بس متعة اللحظة خلتهم ما يفكروش عكس الفريق. وده اللي احنا بنعمله في حياتنا، مش بنقرا علامات او مؤشرات التغيرات اللي بتحصل ساعات. عشان كده بنصدم وبنتصدم في اشخاص او احداث وبناخد اتجاهين: اما نغرق في الماضي زي هم ونفضل قاعدين فيه ونسأل طب ليه كده وانا عملت ايه، او نكون في الحاضر زي الفارين سنافوسكاري مخططين قبلها ونتحرك بسرعة في نفس اللحظة. وده اللي اسمه زمن الحاضر او مرحلة الحياة بتاعة هير اند ناو. انا عايش في اللحظة اللي انا فيها وفي المكان اللي انا فيها. اخر حاجة اتكتبت على الجدران وهي رقم 7: تقبل التغيير واستمتع بيه. في صعوبات في الحياة وتحديات، بس على قد ما تعبت وعلى قد ما هتلاقي. افتكر دايما مهما شفت وتعبت وسعيد ربنا هيكافئك على كل حاجة. وشكرا.